السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا ومرحبا بكم. الجاسوس، المبتذل، النذل، خلي أسميه هكذا، أحمد الجعفري، المعمم أحمد الجعفري، الجاسوس، النذل. واحد وسخ معمم وسخ، يضحك مثل النساء. والله العظيم انتم مهزله. والله انتم مهزله. ذاك يسوي هذا مرسل، الله يطيح حظك. في هذا المقطع القصير فاصل مضحك مع الجاسوس النذل المبتذل أحمد الجعفري. طيب، إحقاق الحق. طيب، للشيخ الأكبر الإحقاقي يقول في الصفحة 170: ومنهم شيخنا الجليل المفيد. استمعوا إلى هذا الكلام. طيب، ومنهم شيخنا الجليل الشيخ المفيد عليه الرحمة، الذي هو من معتبري أساطين الدين، وخرج في حقه 7 توقيعات من الناحية المقدسة، وفي بعضها خوضب يا أخي وفقك الله، ويا أخي سددك الله، وعزاه الحجة بعد وفاته. فقال في بعض رسائله بعد السؤال عن الحسين قبل شهادته يوم الطف، قال: كان عالما بها أم لا؟ ما هذا مضمونه؟ إنه كان يعلم بأخبار جده إنه يقتل، لكن في أي ساعة وأي يوم وأي أرض ما كان يعلم، إذ يلزم من علمه بها إلقاء نفسه إلى التهلكة، وقد نهى الله عنها، عن إلقاء الإنسان نفسه في التهلكة. طيب، هذا على ماذا يدل؟ على أن الحسين لم يخرج للموت كما يقول الشيعة، خرج للخلافة. وهذا علماءكم، هذا المفيد الذي تزكيته جاءت من المهدي، مش منك أنت يا أحمد الجعفري، من المهدي تزكيته. يقول أن الحسين لم يخرج للموت بل خرج للخلافة، لأنه لو كان خرج للموت لا عرض نفسه للتهلكة، وهذا محرم. طيب، احقاق الحق للاحقاقي. احقاق الحق للاحقاقي. صدقني انا اليوم في مزاج، يعني لا استطيع ان اضحك، ولكن يعني الجهل المقابل يضطرني ان اضحك. ابحث في جوجل يا اخي، احقاق الحق للتستري. اي احقاقي؟ لا تكن مهزل امام الناس يا رجل، ارجوك، يعني قليلا، يعني ابقي لك شيء من العلمية امام الناس. فضحت نفسك يا رجل، يعني لا يجوز هكذا ان تكون بهذا المستوى من الجهل الكارثي. احقاق الحق للاحقاقي. هل سمعتم احقاق الحق للاحقاقي؟ جيد جدا. يا غبي يا متخلف، إلى متى ونحن نعلمك دينك وكتبك ومصنفاتك؟ ما تستحي؟ يعني الآن نرد عليكم ونعلمكم أيضا كتبكم وأقوال علمائكم؟ والله مهزلة. يا جاسوس يا جاهل، هناك فعلا كتاب إحقاق الحق وإزهاق الباطل للتستري، هذا كتاب آخر. أما الذي ذكره أخونا عيسى الفاروق هو كتابه أمامك يا جاهل، إحقاق الحق للعلامة الكبير فقيه أهل البيت الحكيم الحاج ميرزا موسى الإحقاقي. الكتاب أمامك يا جاهل. والنص الذي قرأه أخونا عيسى في الصفحة 170 يقول الإحقاقي: ومنهم شيخنا الجليل الشيخ المفيد. وقد سئل: هل كان الحسين عليه السلام حين خروجه يعلم أنه سيقتل؟ فأجاب المفيد أنه عليه السلام كان يعلم بأخبار جده صلى الله عليه وسلم أنه يقتل، لكن في أي ساعة وأي يوم وأي أرض ما كان يعلم، إذ يلزم من علمه بهذا إلقاء نفسه إلى التهلكة، وقد نهى الله عنه. احقاق الحق للاحقاقي. احقاق الحق للاحقاقي. صدقني انا اليوم في مزاج، يعني لا استطيع ان اضحك، ولكن يعني الجهل المقابل يضطرني ان اضحك. ابحث في جوجل يا اخي، احقاق الحق للتستري. اي احقاقي؟ لا تكن مهزل امام الناس يا رجل، ارجوك، يعني قليلا، يعني ابقي لك شيء من العلمية امام الناس. فضحت نفسك يا رجل. فاضحك على جهلك واضحك على خيبتك يا جاسوس. كتاب إحقاق الحق لموسى الإحقاقي أمامك، وقد نقل عن المفيد ما قرأناه. والله لو كنت في مكانك لسكت بعد كل هذه الفضائح، لكنك ما تستحي. واحد وسخ معمم وسخ،
يضحك مثل النساء. والله العظيم انتم مهزله. والله انتم مهزله. ذاك يسوي هذا مرسل، الله يطيح حظك.